من اهم الحاجات اللي ممكن ان هي تساعد قناتك ان هي تنتشر بسرعه وهي الصوره المصغره. والصوره المصغره ممكن ان هي تجيب لك مشتركين كتير قوي. عشان كده لو انت عايز تعرف ازاي ان انا بعمل الصوره المصغره بتاعتي بالستايل بتاعي وبتاع كل اليوتيوبرز المشاهير، فالفيديو ده ليك. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هقول لكم ازاي انا بعمل الصوره المصغره بتاعتي من الصفر لحد ما انتوا بتشوفوها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان لو انت عايز ان واحد يمنتج لك فيديوهاتك فلازم ان انت تتفرج على الفيديو اللي في اول تعليق، وكمان هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. ويلا نبدا. اول حاجه ندوس على الزرار اللي هي كرييت نيو عادي، وهنختار اتش دي تي في 1080 بي. ممكن انت يعني ايه تكتب له كده يعني بكل سهوله 1000 في الابعاد هنا 1920 في 1000. تمام ثواني 1080. تمام، لكن تفضل يعني ايه ريح نفسك وخد الجاهز على طول. تمام، هكتب مثلا thumbnail. تمام، اول حاجه هنعملها وهي ان احنا بقى هنشيل كل الحاجات دي اللي هي لونها اخضر فاتح قوي ده. اول حاجه وهي ان احنا هنروح عند فري بيك عشان نجيب صوره الخلفيه. وقبل ما اقول لك صوره الخلفيه لازم اقول لك كام ملاحظه مهمين جدا عشان تساعدك على اختيار انسب الوان للصوره المصغره. اول حاجه لازم ان انت تحرص ان الصوره المصغره او ان الوان الصوره المصغره تبقى متناسقه عشان يبقى فيه راحه للعين، وفي نفس الوقت ان اول ما عين اي حد تقع على الصوره المصغره فخلاص ده انا عايزه اشغل فيديو شداني الصوره المصغره فهفتحه. تمام، فلازم ان انت تخليها كليك بيت او يعني جاذبه للانظار كده زي ما بيقولوا، وان انت برضو تخليها متناسقه الالوان. هنا عندنا امثله كتير. احنا هنا في نصايح رمضانيه. الصوره المصغره لونها فاتح. تمام، الفيديو يعني الاناليسيس بتاعته مثلا نشوف كده هنلاقي ان هو جايب لي 2 مشاهده و3 سبسكرايبرز و129 فيو. تمام، وبيقول لك هنا 19 more than usual، يعني 19 مشاهده زياده عن العادي. تمام، فاحنا ايه صوره مصغره اهي شغاله. طبعا زائد السيو والكي فريم قصدي والكي ووردز وكل الحاجات دي بتساعد يعني برضو. مونتاج باليوتيوب ده يا سيدي الصوره المصغره بتاعته فاتحه متناسقه الالوان، والابعاد بتاعت الصوره كويسه جدا من وجهه نظري، وكمان الصوره متوازنه الاوبجكتس او الحاجات يعني المضافه فيها. هتلاقي هنا ان جاي 126 فيو ونفس برضو المعدل تقريبا، يعني نفس المعدل بتاع الفيديو اللي قبليه. اهم مراحل انتاج الفيديو ده بقى العالي قوي. ليه؟ لانه فيه تناسق الوان، فيه جلو افكت، وفيه بارتيكلز افكت او اللي هو مش عارف اسمه ايه كده، يعني هكتب اسمه دلوقتي لاني مش فاكر اسمه بالعربي، فهو ده. وكمان هتلاقي فيه سكرين شوت او حاجه كده معبره عن الفيديو. وان هي كليك بيت، ان انا قلت اهم مراحل انتاج الفيديو وما شرحتش هو ايه هي اهم المراحل دي، عشان كده بقى كليك بيت. فهتلاقي حتى الصوره المصغره بص كده هنا يعني بصوا الصوره المصغره هتلاقي هنا ان في تايم لاين للمونتاج، فبتدي فكره برضو هنت كده بسيطه. تمام، والفيديو يعني الاناليسيز او يعني ايه الاحصائيات بتاعته شغاله كويس جدا، يعني جايب 516 فيو. اعلى فيديو نزل على القناه جاب 10 ساعات مشاهده. بالنسبه لليوتيوبرز المشهورين بقى بسيط، بس ده بالنسبه لي حاجه يعني اول مره اجيبها، وزودني 15 مشترك. كنت حرفيا كل ما انزله كل يوم ازيد مشتركين كده 3. فالحمد لله يعني ده الفيديو اللي نطني النطه من بتاع 85 ل 125 حاليا الحمد لله. يعني سر الطبخه ده فيديو فشل. ليه؟ بص ده سر الطبخه ده بيكملوا سر الطبخه 2 اللي جايب 516 فيو. بص كده تعالى نركز كده على احصاء الاناليسيز. بص يا سيدي 89 مشاهده ما عجبش ال100. تمام، ما جابليش ولا سبسكرايبر. فيعني الاحصائيات وحشه. تمام، ليه بقى؟ لان بص الصوره المصغره العنوان كليك بيت. الصوره المصغره مشكلتها ان هي مليانه اوبجكتس او صور كتير قوي في الخلفيه، والبلور مش بارز الصوره.
غير كده ان مفيش تناسق الوان، في لون ازرق واحمر وكل الحاجات دي مبوظه الالوان. فلازم ان انت تركز جدا ان هي تجيب لك ان انت تعمل افضل الالوان تناسقا. تمام. فان انت اولا ما تختارش صوره عاليه قوي في يعني في البرايتنس، ولا انت تختار يعني صوره ضلمه قوي، فلازم ان انت تركز في التوازن ده. فهنروح بقى ايه ونكتب على فريبك سيت اب ده كل اللي احنا هنكتبه، وهنعمل في الاي اي جنريتد هنا only AI generated. هنختار حاجه اولا بسيطه فاتحه مش غامقه قوي، وكمان ما فيهاش اوبجكتس او صور كتير. استنى، في حاجه عجبتني بس مش احسن حاجه، دي شبه قوي 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 الفيديو اللي جاب 516 فيو ده. نعمل لو احنا مش عايزين نحملها يعني نعمل كوبي ايمج وناخدها كنترول في ونكبرها كده شويه. هتلاقي طبعا مبكسله بقى وحالتها ما يعلم بها الا ربنا يعني. تعبانه يا كابتن. لا بس احنا بقى ايه احنا هنظبط الدنيا يعني. تمام. هنروح عند فلتر عشان نعمل افكت البلور، وبعديها هنروح لبلور ونعملها جاوجيان بلور. تمام. الاسم الحمد لله سهل جدا ان هو يتنطق. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هندوس بعديها نختار النسبة اللي هي عايزاها. انا اكتر اللي احنا عايزينها اكتر نسبة بستخدمها وهي ال 12.5 بيكسل. تمام. وبعديها هنضغط اوكي او انتر، وبكده احنا نكون عملنا الخلفية ما فيهاش اي شغل خالص، ومن ابسط الحاجات اللي بيكون فيها شغل. تاني حاجة هنعملها وهي التكست، والتكست ده اكتر حاجة فيه شغل. اول حاجه عشان احنا نعمل نيو تكست او لاير جديده تكست هنعمل حرف التي، ودي من اكتر الحاجات اللي هتساعد ان تنجز في الصوره المصغره اللي هي الكنترول ايه ده، ان انت بتعمل سيلكشن لكل التكست، الكنترول سي وان انت بتاخد اللي هو كوبي، الكنترول في بيست، والكنترول زد ترجع خطوه لورا، و التي دي بتخليك ان انت تختار التكست، والبي بتخليك ان انت تختار البرش، والبرش هنحتاجها بس قدام. فاحنا كده هنكتب بالعربي خط جي 9. يعني الصراحة هحاول ان انا لو جبت اللينك بتاع التحميل هحطه لك تحت في الديسكريبشن بوكس. تمام. فاحنا مهم هنكتب اللي احنا عايزينه. مثلا احنا هنكتب صنع الصورة المصغرة. حاليا يعني ايه مفيش قوي عنوان كليك بيت، يعني مثلا العنوان مش كليك بيت قوي. يعني احنا لما نيجي كده ندور على يوتيوب وكتبنا صنع الصورة المصغرة، بص هتلاقي بقى كام واحد 2 3 4 5 يعني كلهم صنع الصورة المصغرة. تمام. كيف تعمل صورة مصغرة، تصميم الصورة المصغرة، تصميم الصورة المصغرة لليوتيوب، تصميم الصورة المصغرة للفيديوهات. يعني بص كل تصميم الصورة المصغرة كل حاجة صورة مصغرة. فاحنا ايه عايزين نخليه كده غامض شوية. هنعمل ايه؟ هنكتب مثلا انشر، ازاي تنشر الفيديو، ازاي تنشر. تمام. والكنترول هنعمل له كنترول سي كنترول في كوبي بيست، وبعديها هنكتب فيديو هاتك. تمام. بعد كده هنقوم رايحين ايه بقى مظبطين التكست كده حجمه، هنظبطه سيدي نميله شويه، بس دي بتكون في الاخر. احنا بس عايزين نظبط حجمه بحيث ان هو يبقى سهل عليه ان احنا نعدله. فهنجيبه كده في الجنب ده. ماشي. بعد كده هنخش على ازاي تنشر الفيديوهات. مثلا هنروح بعد كده بقى بعد ما دوسنا دبل كليك على اللاير بتاعه التكست هنروح على جريدينت اوفرلاي، وبعديها هنقوم رايحين دايسين عليها، وهنختار لون يكون مناسب متناسق مع الصورة في نفس الوقت. ساعات انا بختار سوليد كولرز يعني لون واحد، وساعات بختار جريدينت وبعمل تدرج الوان كده ايه بيكون حلو. بس برضو يعني اكتر حاجة بستخدمها هو الجريدينت، قصدي السوليد كولر. تمام. مثلا والله انا اعتقد ان لو احنا عملنا ده مثلا لو فتحنا شوية ماشي
كده احسن. طبعا انت مش بتكون ملاحظ انت الحاجات دي، بس ايه التريكات دي بتفرق. يعني ايه، هو دلوقتي مش ظاهر اي جمال للتكست حرفيا، لكن مع التعديل هتلاقي ان في فعلا فرق. بعد كده بعد ما خلصنا جريدينت اوفرلاي، طبعا انت تقدر بقى ان انت تتحكم في كل حاجه. البلند مود يعني ايه، دي ما فيهاش لعب، فاهم؟ يعني دي كده بتخليها زي ما هي عشان ما تبوظلكش الدنيا. الاوبسيتي وهي مده قصدي الشفافيه بتاعه الالوان. والستايل، في ستايل اللي هو بيخليه كده كوره من جوه كده، وفي ستايلات كتير قوي، بس عشان ده سوليد كولر فمش هتلاقي فرق. لو انت عامل جريدينت فهتلاقي فرق. يعني استنى اشرح لك. مثلا احنا نختار البلوز، نكبرها كده عشان نقدر نشوف، ومثلا ممكن نختار اللون ده، دوس اوكي، فهتلاقي ان ده لو خليناه اول واحده هتلاقي ان ده اللون عادي. لو غيرنا خليناها اللي بعديها هتلاقي ان في كوره لون كده، يعني لون عامل شكل كوره، واللون الباقي بقى ايه في التكست كله. فاحنا هنختار اول واحده، مش عايزين اي افتكاسات، هنرجع بقى كل ده، نختار نفس اللون اللي احنا اخترناه، ازرق ده مثلا، ماشي. ولازم تركز ان انت تشيل ايه هنشيل بقى ايه دي نشيلها دي، تمام. هنعمل لها ديليت، وهنخلي بس دي لون واحد كده ايه عشان احنا عايزين نختار السوليد كلر احسن بالنسبه لي. بعد كده هنروح للشادو، قصدي الستروك، تمام. طبعا هيبقى كده شكله مش يعني تمام، مش محتاج تعديلات كتير. ده لازم تركز ان انت تخليه اوتسايد، وان السايز بتاعه ما يبقاش كبير قوي عشان بيبقى وحش لما بيبقى كبير. وفي نفس الوقت ان ايه يعني بص لما يبقى كبير مفيش حد كده هيكبره كده، لما يبقى كبير مش هيبقى حلو. بص كل ما تصغره بيبقى بيبرز اكتر التكست ذات نفسه. فاحنا هنخليها 21 زي ما هي. الاوبسيتي مش هنغير فيها اي حاجه. البوزيشن خليه اوتسايد، والبلند مود نورمال. التايب الفيل تايب فيه كلر وفيه جريدينت، احنا عايزين نعملها كلر عادي. وفي بقى اللي هي باترن، اللي هي دي بقى دي صور كده، يعني ايه مفيش اللي بيستخدمها الا الفضائيين تقريبا. فالمهم ان انت مش هتختار اللون الاسود، انت هتختار لون قريب للاسود، تمام، اللي هو الرمادي سنه ده مثلا، ده تمام، ده افتحت قوي كده، تمام، مثلا ده حلو. بعديها ازاي تنشر دي، هنعمل لها دوبليكيت، وهنروح عند ستروك وهندوس عليها ضغطتين، ودي بقى نخليها اسود، تمام. بعديها هننزلها كده شويه ونجيبها يمين. بص عملت ازاي الافكت، بص نلاحظ، تمام. عمل لي افكت الشادو هنا، الاسود ده عمل لي الافكت بتاعه، وفي نفس الوقت الخط بقى بارز. طبعا مش دي كل التعديلات. اول حاجه بس عايزين ان احنا ايه ننظم دنيتنا شويه، فهنعمل كنترول جي عشان احنا نعمل جروب، وهنسميه تكست 1 تكست 1، تمام. بعد كده لما اخترنا التكست الاول اللي هو ازاي تنشر، وظبطنا بقى الشادو وكل الحاجات دي، هنروح على التكست اللي فوق، الطبقه اللي في اللير اللي فوق، وبعدها هندوس نيو لير، وبعديها هندوس على بي عشان اختصار البرش، بس قبليها هنختار اللي هي دي، وهنعمل كده نختار اللون بتاع التكست، ومن هنا من الكلر دي هتفتح اللون شويه يا سيدي، تمام. وبعدها هتدوس اكس عشان تبدل الالوان من هنا، زي ما انت شايف كل ما ادوس اكس بيبدله، فاحنا عايزينها اللون الفاتح. وبعديها هتصغرها شويه، وهتعمل لها كده واحده كده، وبعديها نيو لاير وواحده كده، تمام. مش ده كل التعديلات لسه. هنعمل ايه بقى، هنروح على النورمال دي وهنخليها سكرين، تمام. وبرده مش دي كل حاجه، احنا ايه هنقلل الاوبسيتي شويه، خلت فيه افكت النور الوهج ده، بس برده مش اوضح حاجه يعني، لان احنا لسه هنكمل. وهنعمل بقى كنترول تي ونظبط الابعاد كده، نشدها كده، نظبط كده ايه الابعاد، يبقى نصغر ونحط
طبعا عشان تقدر ان انت تتحكم فانت هتدوس كنترول وانت بتحرك اللون يعني، وبعديها هندوس انتر بعد ما لاحظنا يعني هي كده تمام. التانية نفس الكلام، الاولى احنا خلينا الاوبستي بتاعها 47، دي هنخليها برضو 47. نورمال البلند مود هنخليه سكرين، يعني شايف ان هي مش محتاجه اي تعديل تاني، بس مثلا كده شويه وبس كده تمام. بعد كده مش دي اللي خلصنا كده، لا هنقوم بعدها عاملين نيو لاير تمام، هنخليها بقى تحت خالص، وهنقوم مختارين اللون الاسود كله. وطبعا كل ده يعني كل اللي احنا قاعدين بنعمله ده بالسوفت راوند بالبرش، سوفت راوند برش تمام، دي اللي هي الناعمه شويه دي. ومن فوق هنقلل الفلو، خليه كده مثلا، ونبدا ان احنا نعمل ظل كده ايه ورا البتاع خفيف، ونقلل الاوبستي. مش عارفه انا قللت صوتي تمام. هو ده كده التكست شكله معانا تمام. بعد كده بقى ايه هنعمل التكست التاني وهنوريه لكم في الاخر. بعد قليل من التعديلات حطينا التكست او يعني حطينا على التكست لون ابيض كده سنه، وقللنا برضو قللنا شويه الاوبسيتي بتاعه نفس الحوار، وخليناه سكرين عشان يدي وهج كده بسيط للصوره يعني. المهم حطينا اللون الابيض البسيط ده عشان ان هو ما ياخدش ان هو يعمل وهج يعني. بص في فيديوهاتك سيبنا من تكست 2 دي تمام. بص شيل تكست 1، هتلاقي ان فيديوهاتك فيها بياضان كده وفي حس ان في نور كده، فعشان كده يعني دي فايدة الشادوز والبراش تول في الحتة دي تمام. بعد كده هنختار بقى ايه المكان المناسب، حاجة ناقصة تعديل وهي ايه دي ماشي تمام. ازاي تنشر اللي هي layer 1، نعمل لها كده select تمام. بعد بقى ما خلصنا هنقوم دايسين على الكنترول وجايين كده من تحت ومدينها كده شده كده ايه بسيطه، ومن الناحيه التانية هنعمل روتيشن كده شويه تمام. فهتبقى بالشكل ده. واللير اللي هي تكست 2 الجروب بقى كله، وهتبقى كده تمام. خلينا الشادو ورا عشان كانت عامله افكت يعني. بص مش احسن حاجه، فاحنا خليناها ورا ماشي. هنختار بقى ايه نصغر كده. اهم حاجه النظام عشان تقدر ان انت لما يكون في لايرز كتير تقدر ان انت ما تضيعش بين اللايرز كده، زي التايم لاين يعني على تطبيقات المونتاج بقى تظبط في ابعادها. دي حاجات ايه بقى من ذوقك يعني. بعد كده ممكن ان احنا نحط هنت للكلام اللي انا ممكن ان انا ايه اقوله في الفيديو. صغر شويه عشان الهنت هتكون كبيره تمام. ايه هي الهنت؟ الهنت هي ان انت هتحط صوره بتوضح الكلام اللي في الفيديو. يعني انا مثلا هتكلم عن فوتوشوب هحط صوره فوتوشوب، هتكلم عن كاب كات هحط صوره كاب كات، هتكلم عن كاب كات احط صوره مونتاج، هتكلم عن الصوره المصغره احط صوره ايه ادوبي فوتوشوب. عشان كده لازم انت تخلي حاجه بتوضح عشان برضو يكون هو عارف هيدخل يعمل ايه تمام. بعد كده عشان بقى ايه ان احنا نضيف الايكون، هنروح على موقع من افضل المواقع بتاعه الايكونز، وهو موقع فلات ايكون، وهنكتب ادوبي فوتوشوب. انا اصلا كده عندي محمل واحده، عندي اصلا كده على الكمبيوتر يعني. عندي بقى ايه عندي فولدر عليه كل الايكونز بقى، فاللي هو مسميه صور الفيديو وبعديها ايكونز، فعليه كل حاجه. عليه هنا فوتوشوب ويوتيوب وجوجل وكاب كات وجوجل كيب وتيك تك وترابيزات بلياردو وبنج في فايل واحد. فاهم حاجه التنظيم عندك
على في الفايلز يعني عشان ما تتوهش كتير. هناخدها كده نحطها على الفوتوشوب ونكبر مثلا نميلها كده سيكة. تمام. وهنعمل لها نفس الظل هو. هنعمل ايه عشان احنا نعمل الظل؟ ممكن ان احنا نروح عند الفوتوشوب اللي تحت وهنعمل اللي فوق يعني ان انت تخفيها، وبعديها هنروح لسلكت وهنعمل سبجكت. بيقعد شويه عشان يحمل، عشان هو يعمل سيلكت للسبجكت اللي انت عايزه يعمل لك عليه سيلكت. احنا ان شاء الله هنعمل في الفيديو ده صورتين مصغره، بس طبعا مش هوريك وقت الصوره المصغره الاولى والثانيه وهلخص عليك عشان يعني الفيديو مبقاش طويل قوي. استنى شويه. تمام. سيلكشن دقيق جدا زي ما احنا شايفين، لازم احنا ما كانش لها لازمه. بعد كده هنروح للبراش تول وهنلون بقى العلامه دي عشان هو سمارت اوبجكت، فهندوس دوسه وبعديها هيطلع لنا العلامه دي، هندوس اوكي. بعديها بقى نلونها كلها اسود. تمام. باللي هي هارد راوند. وبعديها هنعمل كنترول دي عشان نعمل دي سيلكت، واللير اللي فوق هنحطها واللي تحت هنجيبها، وتحت كده هنجيبها كده شويه تحت بالظبط. ده اللي احنا الشكل اللي احنا عايزينه. و يعني بس يعني هو ده كل حاجه حرفيا. بقى من الجنب هنقوم عاملين ايه؟ احنا دي نعملها في جروب الايكون، لازم نسمي كل حاجه. ودي حاجه يعني ايه، لو انت من الناس اللي بتعلم فوتوشوب على قناه نور ديزاين، يعني نصيحه بيقولها كتير جدا جدا، ان انت لازم تهتم بالتنظيم عشان ما تضيعش وقت طويل في البروجكت يعني اللي انت شغال عليه. تمام. ففي الايكون هنا عندنا اللي انا قلت لك عليه اللي هو الايكون بتاعت فوتوشوب. وبعديها هنعمل نيو لاير وهنروح مثلا نختار اللون الموف ده، القلب شويه موف، وبعديها اكس، بعديها برش، بعديها بالسوفت اراوند هنزود الفلو ونعمل كده 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 كده. تمام. فاديني التأثير ده. فهنعمل نيو لاير بس هنحطها جوه الايكون. تمام. وهنعمل سيلكت نفس الحوار برضو، سيلكت نخفي بقى اللي تحت المرة دي، وهنروح بالكويك سيلكشن تول وهنعمل سيلكت، وبعديها في اللاير اللي فوقيها لازم نختار اللاير فوقيها، وبعديها برش وهنلون كده بالشكل ده مثلا، الشكل اللطيف الخفيف ده. وهنخلي المود سكرين، نزود شويه. بعد كده كنترول دي بعدها هنظهر بتاع الواحد. عشان كده انا بقولك ان انت لازم تضيف بقى ايه شويه حاجات كده من افتكاساتك كده. هنخلي برضو المود بتاعها سكرين. احنا نفضل ان احنا نخليه زي ما هو، وان احنا نقلل الاوبستي عشان السكرين يعني يخليها تأثيرها قليل شويه. بعد كنترول دي ونظهر دي. وبكده هي دي الصورة المصغرة الأولى، واحنا شرحنا فيها ازاي ان انت تعمل الايكون، وازاي ان انت تعمل التكست والشادو بكل حاجة وكمان الخلفية والالوان وكل الحاجات دي شرحناها في الفيديو ده. ودلوقتي هروح ان انا اعمل الثامنيل التانية عشان نختار انهي واحدة احسن. فدي اول صورة معانا، ودي تاني صورة. اول صورة تاني صورة. قولي رأيك، دي رقم 1 ودي رقم 2. الصراحة بالنسبة لي انا كزياد دي عجباني اكتر، في توازن. علامة الاستفهام بس دي ممكن كانت تتشال يعني، بس برضو هي مش عاملة ازمة كبيرة في الفيديو، قصدي في الصورة. مثلا ممكن يعني مفيش تعديلات بالنسبه لي حاليا يعني. قولي اي تعديلات عندك تحت في التعليقات. دي برضو فيها توازن بين الاوبجكتس شويه، لكن الناحيه دي اتقل من الناحيه دي. يعني ازاي؟ هنا في اوبجكت مثلا فوزنه كده. تمام.
التانية واحدة بس فوزنها كده، عشان كده مفيش توازن قوي زي ما قلت، ودول هما اللي عاجبيني. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تقولي رأيك تحت في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لانهم بيدعموني جدا. وبس كده، سلام.